تعالى أقول لك يا صديقي على مشكلة بتحصل في أغلب المشاريع. العميل بيطلب 50 فيتشر والتيم بيحاول يعمل ال50 مرة واحدة، أو العميل بيطلب 5 فيتشر والتيم بيحاول يعمل 5 فيتشر مرة واحدة. فجأة الديدلاين ضاعت، البادجت خلصت، الباك لوج بقى كارثة. المشكلة مثلا تخيل إن في عميل إكس، الإكس دخل طلب مجموعة متطلبات، التيم بيحاول، التيم اللي هو واي بيحاول يهندل مجموعة المتطلبات دي مرة واحدة. ايه اللي بيحصل؟ ديدلاين بتضيع، بادجت بتخلص، باك لوج بقى كارثه. طيب المشكله فين؟ المشكله ان الناس فاكره ان شغل البيزنس اناليست او شغل محلل الانظمه ان هو مسؤول عن تجميع متطلبات بس. ان الحقيقه هي دي اسهل خطوه اصلا. يعني انت لو على اساس ان انا اجمع لك متطلبات فدي اسهل خطوه اصلا. طب التحدي فين؟ التحدي انك تعرف ايه اللي يتعمل قبل ايه، تمام، وايه اللي يستنى، يعني دي تنزل تحت ولا تطلع فوق، وايه اللي ملوش لازمه دلوقتي. طيب تعالَ نطبّق الكلام ده في مثل عملي. أنا عندي دلوقتي في عميل، نتخيل إن إحنا شغالين على e-commerce app. أنا دلوقتي في عندي عميل، العميل ده طلب إنه يكون في تسجيل دخول، وطلب إنه يكون في دفع، وطلب إنه يكون في وضع ليلي ونقاط وأداء بالذكاء الاصطناعي ومحادثة دعم فني. طيب هل أنا دوري إن أنا أقول لك المتطلبات اللي هو طالبها؟ أكيد لأ. طيب أنا كمحلل نظم دوري إيه؟ أنا بالنسبة لي في المرحلة دي، أنا مجموعة المتطلبات اللي هو طلبها هي دخلت لي في الانبوت. أنا عندي أنا كمحلل أنظمة، أنا لازم يدخل لي انبوت عشان أطلع لك اوت. حلو. زي أي أي فرد في التيم، زي الباك اند لازم يدخل له انبوت عشان يطلع اوت، فرونت اند لازم يدخل له انبوت عشان يطلع اوت، اليو اي يو اكس لازم يدخل له انبوت عشان يطلع اوت، وهكذا. محلل النظم برضو في المرحلة دي ليه نفس الدور. طيب انا الانبوت بتاعي ايه والاوتبوت بتاعي ايه؟ الانبوت بتاعي اصلا هي المتطلبات، المتطلبات اللي دخلت لي ده الانبوت بتاعي، لكن مش الاوتبوت ان انا اديك المتطلبات زي ما دخلت لي، مش ده الاوتبوت بتاعي. طيب الاوتبوت بتاعي انا بطلعه ازاي؟ انا هنا في المرحله دي بسال نفسي 3 اسئله: ايه اللي بيتعمل الاول، وايه اللي يستنى، وايه اللي ملوش لازمه دلوقتي، ايه اللي ممكن اقدر اركنه، ايه اللي ممكن اقدر ان انا ادخله في بعديها، وهكذا. وعلى حسب برضو الطريقه اللي احنا شغالين بيها، الميثودولوجي، اذا كانت اجايل بقى ولا ووتر فول، يعني. طيب انا بجاوب على ال3 اسئله دول ازاي؟ البروسيس بتاعتي بتكون ان انا بقارن ما بين البيزنس فاليو والاف. بسيطه، بسيطه، اعتقد انها بسيطه. طيب لما بقارن الفاليو مع الايفورت بطلع اوت. هنا بقى يبقى المرحله اللي بعديها ان مجموعه المتطلبات اترتبت وعرفنا هنبدا بمين، ومين اللي هيخش بعده، ومين اللي هيخش بعده، ومين اللي هيخش بعده، ومين اللي هيخش بعده، ومين اللي وهكذا. ودي اغلب المشاكل اللي بتقابل اي باك لوج او بتقابل اي مشروع في الوقت اللي احنا بنشوفه. طيب تعالى مثلا نبدا بتسجيل الدخول. تسجيل الدخول دي كفيتشر العميل طالبها، هو عامة أي فيتشر العميل طالبها من دول هي بالنسبة له مهمة. لكن بالنسبة لي آه، أنا برتب بالأولوية، أنا برتب بمين يبدأ بعد مين، وهكذا. لكن ماليش إن أنا أقول إن دي مهمة ولا مش مهمة، لكن ليا إن أنا أوضح هي بتفيد إيه في البيزنس فاليو بتاعي. فاهمني؟ طيب تسجيل الدخول دي كور فيتشر اساسا من غيرها المستخدم اصلا مش هيدخل معايا على السوفت وير اللي انا عامله. حلو. طيب طيب يبقى بالنسبه لي كبزنس فاليو هي طبعا هتفيد البيزنس، هتقدم فاليو قويه لان هيبقى عندي يوزرات. حلو. وعندي ايفورت قليل، مده التنفيذ. حلو. حلو. طيب يبقى القرار ساعتها يتنفذ فورا.
وترتيب الأولوية واحد. حلو. حلو. طيب الدفع، الدفع دي بالنسبة لي أعلى بيزنس فاليو تقريبا، لأن دي اللي هتجيب ريفينيو. حلو. حلو. طيب يبقى دي تخش عندي رقم اتنين، لأن هي اللي هتجيب لي الريفينيو، فهي هتكون بيزنس فاليو عالية جدا. اه الايفورت بتاعها متوسط أو عالي، لكن هي هتخش معايا في رقم رقم اتنين. حلو. حلو. طيب الوضع الليلي، الوضع الليلي هو حلو كيو اكس يعني، لكن كبزنس فاليو هي قليلة، لكن هي حلوة كيو اكس. حلو. لكن مش بشرط تمنع البرودكت انه يشتغل. حلو. حلو. طيب نقاط الولاء، نقاط الولاء هي مفيدة للاحتفاظ بالكلاينت بتاعي، لكن بعد ما المنتج برضو يشتغل الأول. المنتج لازم يكون شغال عشان يكون في عميل، عشان أحافظ أنا على العميل ده. صح كده؟ صح. طيب محادثة الدعم، محادثة الدعم هي مكلفة شوية، وممكن نستخدم حل جاهز في البداية، بدل من إن أنا أبني سوفت وير كامل ليها. لا أنا ممكن أربط مع حاجة، أو أجيب أي فريم ورك أدخلها معايا وأشغلها، أي ثيرد بارتي. تمام. تمام. توصيات بالذكاء الاصطناعي هي بالنسبة للعميل دي، عشان أنا هنا في المرحلة دي أنا بطلب حاجة عالية، لكن أنا عندي أنا في السيتويشن، في الجزئية اللي موجودة دلوقتي، هي ناس كتيرة بتتحمس ليها، لكن الحقيقة المنتج يقدر يعيش من غيرها في البداية. ممكن أقدر أبدأ البرودكت ده من غير AI recommendation. تمام. يبقى أنا هنا في المرحلة دي تخلي input بالمتطلبات، وخرجت بأوتبوت بترتيب المتطلبات. هبدأ بمين، بعد مين، بعد مين، بعد مين، وهكذا. يبقى أنا كده بالنسبة لي في المرحلة دي أديت دوري. يعني أنا دوري هنا في المرحلة، قصدك تقول يا باشمهندس إن أنا هنا دوري في المرحلة دي إن أنا مش بجمع متطلبات بس، لا ده أنا بجمع متطلبات وبرتبها. أه، جمع متطلبات والأوتبوت بتاعك إن المتطلبات دي تكون مترتبة. لو أنت مهتم بالمحتوى اللي إحنا بنقدمه، سبسكرايب الشانل، عشان إحنا هنقدم كل شوية حاجة جديدة. وفايل الدرو ده هتلاقيه متساب في الديسكريبشن لو انت محتاجه، او محتاج ان انت تشتغل عليه او تعمل اي حاجه.